هلو أنا ملاك حاتم، صانعة محتوى تعليمي على السوشيال ميديا، والمحتوى بتاعي بيركز على المنح والفرص اللي بتساعد الشباب في الوطن العربي يطوروا من نفسهم. ومن هنا جت فكرة الكورس اللي انت تتفرج عليه دلوقتي. لو انت حد عمره ما قدم على منحة قبل كده، ما يعرفش بنقدم على المنح ازاي، ايه الأوراق بتاعتها، بتقبل ازاي، اعمل ايه في الانترفيو، او لو حد بقالك سنين بتقدم على منحة ولسه مش عارف ايه الحاجة اللي بتعملها غلط بتأدي لرفضك، فالكورس ده ليك. هنتكلم مع بعض عن ايه اللي يخلي اي جهه تمول المنحه بتاعتي، الاقي المنح دي فين واقدم عليها ازاي، الاوراق اللي هحتاجها، اعمل ايه في الانترفيو، احسن الانجليش بتاعي ازاي، وكل حاجه ممكن تحتاجها وانت بتقدم على المنحه. كمان هيكون معانا طلبه من كل الفئات العمريه اتقبلوا في منح قبل كده، سواء لسه في المدرسه، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، او حتى بعد ما خلصوا دراسه. هنسمع منهم مشاكلهم كانت عاملة إزاي، الرحلة بتاعتهم كانت عاملة إزاي، وإزاي المنحة أثّرت في حياتهم. فيلا نبدأ مع بعض أول فيديو. أول حاجة هنتكلم عليها وعايزاك تعرفها هي ليه أي جهة ممكن تدّيني منحة؟ ليه ممكن يدفع حد عشان أروح أنا وأدرس وأتفسّح وأسافر وأعيش تجربة جديدة؟ سواء الجهة دي كانت مؤسسة، رجل أعمال، حكومة، أو أي حاجة تانية. أول سبب يخلّي أي جامعة تعمل منحة دراسية إنها ترفع مستوى الطلبة اللي عندها في الجامعة، وده عن طريق إنها تجذب ليها متفوقين ما عندهمش القدرة المادية إنهم يدفعوا مصاريف الجامعة، وبالتالي يعملوا عندها أبحاث ومشاريع يعلّوا الranking أو الترتيب بتاعها على مستوى العالم. تاني سبب هو الdiversity and inclusion أو التنوع والاندماج بتاع الطلبة، إن يكونوا في بيئة متنوعة، يعني فيها ناس من ثقافات وbackgrounds مختلفة جدًا، وده على فكرة هدف رئيسي لجامعات كتيرة جدًا. فعشان يبقى عندي طلاب من برّه المنطقة بتاعتي لازم أعمل لهم منح، لإن ما عندهمش الفرصة إنهم يدفعوا مصاريف العيشة في البلد. تالت سبب هو الPR أو العلاقات العامة. لو أنا مؤسسة عايز شكلي قدام المجتمع والصحافة والإعلام يبقى أحسن، وعايز أجيب مستثمرين أكتر ليا، ببدأ أعمل منح للطلبة والناس اللي عايشة في المجتمع عشان أطور منهم. رابع وأهم سبب للمنح هو نشر ثقافة أو فكر معين ما بين مجتمعات جديدة. بمعنى حكومات كتيرة قوي بتعمل منح أو برامج تبادل ثقافي، وهنعرف الفرق ما بينهم، عشان تعرف العالم كله بالتطورات اللي عندها والثقافة بتاعتها. بيختاروا طلبة موهوبين هيكونوا حاجة كبيرة في المستقبل، عشان لما يبقوا علماء أو رجال أعمال يرجعوا لنفس البلد دي يستثمروا فيها ويطوروها. وعلى فكرة مش شرط ثقافة، ممكن يبقى كونسبت أو مبدأ أو مجال جديد، زي منح بتعرف الطلبة بأهداف التنمية المستدامة، منح في مجال علمي معين وغيرها. وبالتالي مين الناس اللي المنح دي بتدور عليها وبتستهدفها؟ أولاً طلبة مبدعة وشاطرة عايزة تنجح لكن ما عندهاش القدرة المادية لتعليم كويس. 2 طلبة عندهم شغف ورؤية للمستقبل، ولكن الظروف اللي عندهم ما ساعدتهمش ينجحوا، سواء ظروف من الأهل، من المجتمع، ظروف مادية، نفسية، أو جسدية مروا بيها. وبالتالي سواء أنت حد حقق حاجات كتير قوي في حياته، أو حد لسه بيبدأ ولكن عنده طاقة إنه يكون حاجة كبيرة في المستقبل، فالمنح ليك. الحقيقة إن أنا بدأت بالمقدمة دي لأن للأسف المايند أو عقلية الناس اللي بتقدم على المنح أوقات كتير قوي بتكون غلط، بينسوا الهدف الأساسي من المنحة. لازم تبقى دايما عارف المنحة بتدور على إيه وعايزة توصل لإيه، عشان توريهم إن أنت أحسن شخص يساعدهم يوصلوا للهدف ده. أهدافي أنا عايز أسافر وخلاص. لأ، أنا كجهة هاصرف عليك، لازم تقول لي أنا هاستفيد إيه في المقابل. أنا ما جِبتش أصلًا مجموع هنا، فعايز منها. يعني أنا باقول لك أنا بادوّر على طلبة متفوقين، تقول لي ما جبتش مجموع؟ على فكرة أنا شُفت أمثلة قدّام عيني لناس كانت جايبة مجموع أقل من المنحة عايزاه واتقبلوا، ولكن ده عشان ورّوا المنحة إزاي دي هتبقى بداية جديدة ليهم، فالعبها صح. ما أنا عايز حاجة متفصّلة عليّا، أدرس الحشرات في فرنسا، طبخ في نيوزيلندا، كده يعني. مش هتلاقي منحة متفصّلة عليك غير نادرًا جدًا، لازم تكبّر اهتماماتك والمجالات اللي بتدوّر عليها على قد ما تقدر، بس ما تبقاش مضادة لبعض. طب ما تقولي لي إيه المنح الموجودة دلوقتي؟ لأ، ما فيش حاجة اسمها كده، هو مش menu بنختار منه، في طريقة منظمة بندوّر بيها على المنح وبنقدّم على كل واحدة في الميعاد بتاعها، وهنتكلم على ده. طب أنا هاقدّم، بس أنا شروط المنحة مش عاجباني. يعني إيه أروح أسافر وأقعد هناك سنة سنتين عشان في الآخر أدرس من غير فلوس؟ لأ، أنت لو ظروف المنحة مش مناسبة معاك ما تقدّمش، ما ينفعش منحة بتقول لك أنت هتقعد عندي سنة أو سنتين وترجع بلدك وأنت تقول لها أنا هاكسر الفيزا وهاقعد. لو المنحة فيها سكن مختلط وأنت أو أنتِ ده مش مناسب معاكم ما تقدّموش من الأول. لو المنحة بتقول لك ما ينفعش تشتغل جنب الدراسة، ما تقولهاش معلش أنا freelancer والمدة دي هتقطع سير العمل بتاعي والcareer بتاعي. اتأكد إن الconditions أو الظروف دي لازم هتنطبق عليك. أنا راضي بأي شرط هم عايزينه، أنا عايز أهرب وخلاص. اهرب بس بشياكة، اقنعني هتهرب من إيه وإزاي وأنا هاساعدك. أنا ما باحبش أقعد لوحدي، ممكن آخد أهلي معايا. لا، قولًا واحدًا، لو المنحة مش بتذكر إنك ممكن تاخد أهلك معاك، وفي الظروف دي بتبقى الزوجة والأولاد في الماجستير أو الدكتوراه، ما ينفعش تاخدهم حتى لو على حسابك. طب أنا دلوقتي في سنة تانية، مش عايز أروح هناك وأعيد كل ده من الأول، أنا مش فاضي، عايز أبدأ من تالتة على طول. قولًا واحدًا ده مستحيل، لإن لو التعليم في بلدك كويس زي اللي عندي، هاجيبك عندي ليه؟
حقيقي الكام سنة دول ولا حاجة قصاد اللي أنت رايح تعيشه، دي مجرد عينة صغيرة من الأفكار الغلط اللي ممكن تكون عندك وأنت بتقدم على منحة، عايزاك تنساها تمامًا ويلا نبدأ مع بعض من الأول، أشوفكم في الفيديو الجاي.